علي شير؟ علي شير؟ شو اللي جابك لهون؟ لوين بدك تروح بروح. أخي اجوا. حظ بيفلق الصخر. من لما فقنا اليوم والحظ عم يبتسم لنا. تعال يلا. اجت السيارة. هذا يوسف. خير أخي، شو القصة من عند الصبح؟ ما قدرت نام، أفكار تاخدني وأفكار تجيبني. خلينا نمشي. أنت عم تغلط أخي، اسمع من الكبار. أنت مو لحالك معني بالقصة. شو بدك تقول لزياد ومهران؟ زياد قال إنه ما تتحرك لحتى يجيك خبر أكيد. ليش ما عم تفهمني؟ عبيده مات من امبارح، ويلي قتله عم يتفتل بيناتنا. بابا رح يجن. هدول قصدهم يهينوا كرامتنا، ونحن هربانين. وليش هربانين؟ ومن مين؟ لا تحاول، ما رح اتراجع. يلا بسرعة. هون بيفترق طريقنا وكل واحد بيروح باتجاه. مهمتك سهلة ومهمتي أصعب، بلا ما نضيع وقت. انت أدرى، بشوفك بعدين. هدول هن. قليل الشرف، إله عين يجي لعنا. يلا اطلعوا بسرعة. التافهين هربوا. بسرعة اطلع قوس عليهم. يلا بسرعة الحقهم يلا. استعجل بسرعة، استعجل يلا بسرعة، يلا بسرعة. لا تقلق يا أخي، ما راح يهربوا مني. رح يلحقونا بسرعة يوسف. لا تخاف، ما بخليهم يلحقونا. استعجل يلا قبل ما يهربوا منا. سوق أسرع يوسف. أسرع، قربنا. قربوا مننا، يلا. تحرك بسرعة، زيد السرعة. ماشي يا أخي، صرنا قراب. حاول تضيعني يوسف. اسماعيل واحد منا، وكان يحمل هم سلامة الضيعة ومعتبرها عائلته، وإنه شرف هالضيعة من شرفه، وأكيد ماته هو عم يدافع عن حاله من الأذى. شو في غير هيك؟ الضحية انصاب برصاصة بارودة، كان في آثار ل4 رصاصات على أكثر من مكان بجسمه، وفي رصاصين لساتهم موجودين بجسمه مستقرين بالأعضاء. اكتبي بنتي. اسماعيل ابن درويش تعرض لعدة طلقات نارية، وعثر على آثار ل4 رصاصات بجسده، 2 منها ما زالتا في جسده. طيب يا سيد عبد الله، احكي، شو في عندك؟ شو يلي صار؟ شو بدي احكي؟ ما بعرف من وين بدي بلش ولا شو اقول لك. زريبة الجيران احترقت امبارح وهربوا الخواريف. يعني كان في هجوم علينا سيدي، في مجرمين خطيرين هجموا علينا، مو طالع بإيدنا شي، وما في معنا سلاح غير العصايات. الله وكيلك سيدي، كل السلاح اللي كان معنا سلمناه. يعني الشغلة قلة حيلة وبس.
سيدي نحن منتأمل منكم أنه ترفعوا عنا الحظر لنقدر نحمي حالنا. مو عن هذا الموضوع بدي إفادتك. طلبك هاد مو اختصاصي. أنت بتعرف هالمنطقة أكثر من الكل وعندك خبرة بالمنطقة كمان، وهيك حوادث صارت من قبل بهالضيعة وأنت كنت حاضر على اللي صار وقتها. حطيت إيدك على الجرح تماما سيدي المدعي. هدول كبسوا علينا بالليل وكان لازم ندافع عن حالنا بأي طريقة، وقدمنا هالشهيد ضحية مثل ما أنك شايف حضرتك. ولا قدر الله لو كان شكور آغا بالضيعة شو كنا رح نساوي لو هدول المجرمين القتلة وصلوا لغايتهم. أصلا في مين عم يساعدهم ولازم نعرفه. في خونة بيناتنا وفي واحد منهم معروف، واحد ندلو سرسري ومعروف بالضيعة كلها اسمه زياد. من وقت ما اجى على الضيعة ما عاد عرفنا شو هو الأمان يا سيدي. كنا عايشين ومنحب بعض لوقت هو شرف لعنا وما كنا منعرف شو هي المشاكل. زياد اجا وخرب كل شي وسبب بموت عبيده المسكين سيدي، وهالناس بيشهدوا. ومبارح شافوا زياد بكهف قريب من هون ومجتمع مع ناس مسلحين كمان. تعال احكي له. ايه احكي له. شوف قل لي شو شفت. بهداك اليوم وانا عم ارعى الغنم بالجبل قريب من الكهوف انتبهت انه الكلاب عم تعوي وعم تروح باتجاه الصخور. وشو شفت لما لحقتهم؟ زياد كان قاعد عم يحكي مع 5 رجال مسلحين سيدي، وكمان مرشد كان معي وشافهم مثلي. ايه والله شفتهم يا سيدي المدعي، ايه شفتهم بعيني. اكتبي. بحسب إفادات الأهالي إسماعيل ابن درويش تعرض لإطلاق نار في ليلة الهجوم، على الرغم من أن الفاعل للآن مجهول الهوية. وحسب الإفادات وأقوال الشهود والذين كانوا موجودين في تلك الليلة، زياد ابن دريجان الذي يقطن في قرية نارمكان يعتبر المشتبه بجريمة القتل، ومن أجل الاستجواب يجب الأمر بالإلقاء القبض عليه وبالسرعة القصوى لتحقيق العدالة. وفي نفس الوقت من الضروري استجواب المقربين من زياد أيضاً. دوس استعجل. شكله خلصنا منهم. يا الله لك شو ساويت انت؟ شوفت عينك هربوا منا هلا. انفجر يا اخي، شو يعني ذنبي انفجر؟ انا. هربوا شو بقدر منا اسوي يا هربوا. اخي؟ لك انا بدي بترجاك افجر يا لك أخي، راسك. اتركني. قل لي شلون بتخليهم يهربوا منا؟ شلون؟ تعال هون. لك ضاعوا بسببك. هربوا والله لقيت لك. بترجاك يا اخي. كيف اتركني. بينفجر ما الدولاب؟ ذنبي كيف شي يا بتضيعون؟ اخي. بترجاك كله اتركني. بسببك. الله والله يوفقك، لقيت لك اتركني. هلا. تعالوا. غلطت بحق مهران آغا، بس شو بدي ساوي؟ مو بإيدي. بسيطة، لا تزعل، خلصت القصة. الو، اهلين خالي. ما إجا. يوسف آغا ما اجا، ماشي بخبرك. وينه يوسف لهلا؟ الله يحميك يا زياد. خالي بيعرف انه انت مع زياد. معلش. وقعت بمشكلة بسببنا. نحن لازم نحكي الحقيقة. قلت تحكوا الحقيقة؟ يعني فيني أقول هلأ فهمتكم وقول إنه هو هرب كمان. شو رأيك يا أخي؟ مهران ما لازم يعرف. أنا ما شفتكم بالطريق. خلينا نحل هالقصة بالأول. كيف إجيتوا ما بعرف. خلينا نتجاهل هالتفصيل. خلينا بعاد عن المشاكل هلأ، وما بدي إياك تساوي شي بدون ما تستشير زياد بالأول.
زياد ما له علاقة بشي. اتركوا زياد بحاله. زياد بترجاكم لا تاخذوه معكم. زياد لا تروح. زياد سوزان، لا زياد ما تخافي. عمل شيء أنا بعرفه. خلاص راجع، زياد. لا تخافي. زياد ما له ذنب بشي. زياد لا اتركوه. اتركوا زياد. ما فيك تروح. اهدى. زياد لا تروح. زياد خلاص بقى امشي اهدى. وريك حالك. ما سوى شيء. يلا قلت لكم راجع. لا تروح يا ما رح خالي. طول، هذا لا وعد مني. تروح. اتركوا زياد. بعده عن يلا خلصنا نمشي. خالي اهدي بعدين هيك خالي يلا نمشي خليك لا قدامي تروح. نشوف. خلص ان شاء الله ما بصير. لا تاخذوا خالي امانه. خالي تحرك يا خالي خليك. قدامي لشوف. زياد ما عمل طولي شيء. بالك. والله خالي ما سوى ما شيء. بالسيارة يلا بسرعة. اتركوه بحاله. خالي لكم زياد اهدي. الله يوفقكم اتركوه. طولي بترجاكم بالك. بترجاكم اتركوه. خالي ما دخلوا. ديروا بالكم على شيء. حالكم. زياد ما عمل شيء. حاجة زياد عملت بريء. حالك هيك. مو عامل شيء خالي اتركوه. بترجاكم اتركوه. زياد خالي عرفات رجع لهون. يا خالي رجع. يا أخي. خالي 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 اللي وين شكور اغا؟ الآغا كان قلقان عليك كتير. ليكني قدامك مثل مو شايف، ما في داعي انه يقلق ابدا. بس في شغلة لازم أقول لك إياها. تعال جوا. رجال مثلي، واحد كان مبعوث لما يكون في أي مشكلة بالبلد بلبي دغري قد ما أكون مشغول، بيجي بنفسي لأدلي بإفادتي. من كم سنة هذا الرجال يلي حاول وقتها يجي يقوصني أنا يلي ساعدته. جبت السلام للضيعة وحتى الضيع مع بعض. مالي خلق اتعامل مع ناس من هالنوع بنوب، وعلى القانون بنمشي. ساوي اللي بدك اياه. طمنا شو الأخبار؟ لحقوني. شكور، الأيام بيناتنا والله ما رح انسى لك اياها. والله لك الرجال ما بيهربوا يا شكور. رح خليك تدفع ثمن عملتك غالي. يا قليل الأصل ما فيك شرف. تحرك. شكور، أنا رح خليك تندم بوعدك. زياد زياد، أنت منيح؟ منيح. زياد تمام، بدها شوية صبر. بفديك بروحي يا زياد. حضرة المدعي، ما إلي علاقة باللي صار. انسجنت مدة طويلة وما كان في دليل واحد ضدي، والمجرمين الحقيقيين عم يصولوا ويجولوا براحتهم برا. ساوي اللي بدك اياه، بس وحياة اللي خلقني واللي رفع السما من فوقنا، أنا ما إلي ذنب باللي صار سيدي. ساوي اللي بتلاقيه مناسب، بس أنا زلمة بريء. اكتبي يا بنتي. يلا راكب وماشي. راكب واحد وبنمشي. تفضل أخي تفضل.
يلا رح تمشي الرحلة. ها علي شير ليك الإمام إجا. يا إمام ليك علي شير وهيلين. تفضل لعنا. ابني علي شير، بنتي هيلين كيفك؟ مرحبا. أهلا مرحبا. وسهلا. تمام أنا زبطت كل شيء. تمام. علي شير أنت عايش؟ طبعا عايش. انتو كيفكن؟ أخبارنا مو منيحة، في حدا قوص إسماعيل وقتله. شو؟ ومشتبهين إنه زياد القاتل. حرقوا بيت أبوك والزريبة تبعه بالمزرعة، ما خلوا شيء شو عم أبداً. اسمها يا علي شير؟ يا ويلي قالوا لي إنه مو حقيقة. أبي اللي أبي منيح. أبوك منيح، أبوك رجال بابا بابا ما قلت لي وينه زياد؟ إجا الشرطة وأخذوه. جعفر وحسن بالمحكمة هلا. وهن شو دخلهم كمان؟ قلت لك فتحوا قضية. بابا خليني أخذك لعندهم هلا، تفضلوا معي. بابا تعملي هيك. خلص اهدي. بابا إذا ما خلصتني من هالأزعر أنا اللي رح خلص عليك عبد الله. بتأمر يا آغا، بيصير مثل ما بدك. يا حمار ما صار شيء. أنا قلت لك ما رح تزبط من الأول، ليش عم تعيد نفس الحكي كمان؟ شو أنا مسخرة عندك؟ استغفر الله يا آغا، معقولة هيك؟ معقول أنا أتمسخر عليك يا آغا؟ على رجال عظيم مثلك وبمكانتك؟ ما بعملها يا آغا. بسببك كل عظمتي طارت بالهواء. ما عاد فيني اتحملك. رح تجنني ها. تضرب بمنظرك. وقف سيارة. روق يا آغا، المهم تهدى. وقف زلولة. حيوان نلع يلا. واحد بهيم يخرب بيتك. يقدمني اياك يا حق. يخرب بيتك شو حيوان. اهدى يا آغا. واحد غبي. يلا ماشي يلا نلع من قدامي. بس روق يا آغا. نلع من هون. بروحي يا آغا. ما بدي اشوف أنا خلتك. بترجاك تهدى. يلا نلع من لحظة يا خلتي. آغا، روق. يخرب بيتك شو حيوان. ما عاد بدي اشوف وشك. يا آغا أنا خدام عندك، أنت بس روق لك يا لساتك آغا. عم تحكي. روق يا آغا. ان شاء الله بعدمك. غير اللي لساتك بدك عم إياه. تحكي. تعال هون. روق يا آغا. انت بدك تجنني. آغا روق والله لو سمحت. لكسرك. أنا خدامك يا آغا، روق. حيوان ولك. الله يلعنك. آغا لو سمحت. روح من خلتي. هاتوا لهون. زياد شو صار؟ لا تخافوا علي، حيستجوبوني شي 3 أيام. انتو بتعرفوا انه كلاب شكور حاطيننا ببالهم. علي شير خلي هيلين تروح من هون. تعبت حالك على الفاضي. شو النتيجة اللي حصلت عليها هلأ؟ قلي اسمعني منيح. بس اجي نفس القصة اللي تسكرت رح تنفتح من جديد. مبين انه اللي بياخد بيخسر. مثل ما بتأمر يا زياد. فهمت حسن؟ تحت أمرك زياد، فهمت. شيخنا لا تنسانا من دعواتك. لا تقلق ابني، كلنا رح نكون معك. حراك يوسف، علي شير بحمايك. ولا يهمك أخي زياد. يا أخ مين أنت وشو عم تعمل؟ عم دور على حصاني. هلا وانا بالطريق وقعني لحصانه وهرب. عم دور عليه هون. شفت لي اياه؟ لا أنا ما شفته. ماشي شكرا لك. الله يكون معك.
جوري جوري افتحي الباب، في عندك ضيوف. علي شير وخطيبته اجوا، افتحي. زياد اجا كمان؟ اهلين علي. أهلين. خطيبتي هيلين. اهلين حبيبتي. اهلين فيكي. انبسطت كثير بشوفتك. خالي مرحبا. هاي الأمورة يلي حكيت لك عنها. تعالي حبيبتي. تفضلوا. إذا ما بتسمع كلامي ما بيزبط شي معك. شو يلي حرمتك منه؟ كل شي أنا بساويه بتدمره، كأنه ما في بنات غيرها بكل الضياع. شغل مخك شوي. بينتصروا لما بيفرقوا الأهل، عم يحاولوا يفرقونا، عم يقلبونا ضد بعض ونحن ساكتين، وساعتها رح توقع على راسنا المصايب، خاصة إنه في بالأصل مصيبة فوق راسنا. الله يساعدني. تمام يا آغا، هي إجا مثل ما بدك. أخوك سعده ما في منه، بس روق أنت، هو شاب صغير يعني طيش شباب مو أكتر. خطفت له قلبه، لا تقسى عليه، حرام عليك. كل المصايب بسببك. ضليت وراه لعملته واحد أجدب. روح التهي بشغلك ولا اللي عملوا شي. يلا. غزل غزل غزل، في إيه؟ غزل غزل، ردي علي. قومي غزل. غزل في إيه؟ غزل قومي. برافو عليك. لازم تضلك مجتهد هيك بدروسك حبيبي. دروس منيح مشان تصير استاذ شاطر. ايه بدي اصير استاذ، بلكي شكور بعين استاذ بدالي كمان. ليش عم تقول هيك يا عرفات؟ يعني انت ما بتحب الانسه جيداء ابني؟ مبلا كيف ما بحبها، بس برأيي انه دانيا كمان لازم تكون انسة بالمدرسة، ما كان لازم يرفضوها. كيف بمشوا هيك انسة قلي؟ بكفي دراسة اليوم، يلا روح نام. خليه يحكي بنتي. عرفات، بظن ممكن يسحبوا التعيين مني عن قريب، ومو مطول هالشي. رح استقيل إذا اضطريت. يعني انت رح تشتغل بدون ما تاخذ مصاري؟ يلا ولا روح على تختك. وهلا بدكم تسمحوا لي، الأكل كان كتير طيب، يسلموا. بشوفكم بخير. مع السلامة. تصبحوا على خير. مع السلامة. تصبح على خير بنتي. الله معك. مع السلامة. هاي البنت منيحة، خزيت العين عنا، بنت كويسة. نحن بحاجة لناس أذكياء ومقتدرين. ونحن بحاجة كمان لغيرها، لناس شجعان. ايه حجي بعرف، انت رجال أبضاي وإرادتك حديد، ومثل الجبل ما بتتأثر بشي. بعرفك من 25 سنة. أنا قلت لعرفات الحقيقة، يعني إذا سحبوا تعييني رح استقيل، بس ما رح أترك. الصبر يلي عنا والشجاعة زياد سببها، ما فينا ننكر فضله. ما رح نتركه بالمحنة. إذا أصدروا بحقه عقوبة تانية ظلم، رح يقضي كل حياته بالسجن هالمسكين. صدقني لما بصلي على جنازات وما في حدا بيصعب علي الوضع. شيخي، كل واحد له رأيه، واحد بيشوف واحد بيسمع، بس بتعرفني منيح ما بتساهل على الباطل بنوب أبداً. عجزتي. وزياد حدا غالي كتير علي، هالشاب من لحمي ودمي وشقفة من قلبي كمان، ما بتركه لحاله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة الخير، كيف كنتوا بتعرفوا الحجة غزال؟ آمين. كانت الله إنسانة يرحم منيحة. الله يرحم روحها. آمين. آمين. الله يغفر لها. الله يرحمها. آمين. الله يرحمها. الله يرحمها.
يلا نقرا الفاتحة على روح المرحومة. احملوها يا جماعة الخير. بسم الله، على مهلكم يا شباب. يلا. ما كنت اتصور ابدا اني التقي بزياد يلي كنت اسمع بقصته من العالم. بحياتي ما كنت متخيل هالشي، واني اشوفك بالنظارة ومرة تانية تدخلها دنيا غريبة. وقت كنت حس اني وصلت لطريق مسدود بحياتي فقدت الامل فكر فيك. وهلا انا عم افكر فيك اخي، اذا زياد انهار تحت ضغط الحياة فشو الامل يلي رح يضل لنا؟ اسمع أخي، كل ما لاقي حالي بوضع صعب كنت لاقي في محبين حوالي واقفين معي. قوتي وصبري باخدهم منهم. إذا مات الإنسان بدون ما يضحي بضميره وكرامته بتكون حياته مشيت صح. إذا لسه بتظن إني قدوة لا تنسى هالكلمات. إذا عندك أمل بتعيش. كلامك بيعطينا القوة زياد. شكراً. يلا تعالي تعالي وقفي. بسرعة بسرعة تعالي. بسرعة. البنت تأثرت بقصة زياد بسرعة. لولا شجاعته ما كنا صمدنا لهلأ صدقيني. كنت هلأ يا بين إيدين سعده يا أما كنت انتحرت. لما الإنسان بيكون تعبان بيسهل عليه إنه يقول هالكلام بدون ما يفهم شو بيعني. إنه الواحد يموت أو ينتحر شغلة سهلة. أحياناً بتخطر على بالي لما بمر بظروف صعبة. الإنسان ضعيف وسهل يأذي حاله بلحظة قهر من الدنيا. كيف ممكن نساعد زياد؟ شو فينا نساوي؟ فينا على القليل نوكل له محامي. عن جد؟ ليش حدا بيسمع كلمتنا؟ هذا الكلام صار قديم. ضاعت بازاك اتطورت. الرجال والنسوان متساويين. يعني أبوكي بيسمح لك تروحي على المدينة وتوكلي محامي لحالك؟ ايه بابا بيروح معنا إذا اضطر الأمر. ما في داعي إنك تخافي أبداً. رح تتيسر إذا قلنا الحقيقة فخلينا نساويها. السلام عليكم. وعليكم السلام. العمر إلك أخي مهران. تسلم، أهلين فيك. شو في؟ مين هاد؟ هذا الزلمة غريب من هون. إله من كم يوم عم يحوم حوالين الضيعة. وكمان كان حامل هاد بإيده. أكيد في شي عم يخطط له. خلينا نسلمه للشرطة. لا وقف، لحظة، لنعرف شو في وراه. مين أنت؟ حاسس كأني شايفك. لازم احكي معك على انفراد. فك ايديه، خليه يحكي براحته. يا آغا فك ايديه. كنت عم دور عليك. انت يلي قوصت لي يا اخي. فهمت عليك. اسمع أخي، لسه هلأ رجعت من جنازة مرتي، ومن شان هالسبب ما عندي وقت لأتفاهم معك. العنوان غلط. كنا على نفس القطار وهذا كل شيء. أعطيه فرده. بس آغا أعطيه. أنا مصدقك مهران آغا. عطيتني حريتي. مو مشكلة، تيسر. أنا اجيت مشان أقتلك، وأنت عطيتني حريتي. أنت إنسان كريم ورجال عظيم. يلا تعال غسل جروحك. مرحبا يا أنسي. مرحبا. يا أختي في موضوع بدي أحكي مع هالأنسة لحالنا، ممكن تتركونا شوي لو سمحتوا؟ أكرم عينك. شو القصة؟ لازم أقول لك شغلة، أنت غلطانة يا أنسي. ما فهمت عليك. نفس الشي صار مع الأنسة اللي قبلك. ليك اسمعيني منيح، دريجان وفارتيكان ونيرميكان ومحسوبك هاد درسنا بهي الضيعة الحلوة. كل الأولاد كانوا يدرسوا هون وياخدوا المراكز الأولى. مهمة الأستاذ يعلم الأولاد القراءة والكتابة. أنت شو قصدك يعني؟ ما فيك تحكي معي بهي الطريقة. لا تعصبي علي،
أنا مرسال. شكور آغا قال إنه لازم تبعدي عن دريجان وعن عيلة الحاج آغا، وبيكون أحسن لإلك إذا ما شفتي الإمام كمان. هذا اللي بدي خبرك إياه. يلا بخاطرك. والله حتى أنا تفاجأت إنه صار التعيين بهالسرعة كلها يا أستاذ. يعني هدول مجرد أطفال، وأكيد حضرتك رح تحب الأولاد يلي عنا يا أخي. أولادنا ما شاء الله شو بدي أقول لك كثير أذكياء وكثير فهمانين، مع إنه لسه ما شفتهم أنا. هو شو الشغلة يلي بتضل مضايقتني؟ لو انقلع هالإمام بس كنا بنرتاح. هالشغلة صعبة علي شوي. فهمت عليك، قصص لها علاقة بوزارة الأوقاف. لازم لاقي حل للقصة. يلا لشوف ودوا الأخ سامي على المطار. مع السلامة أستاذ، شكرا لك. ألو، أهلين سيادة المحامية. ما فينا نحكي شي على التليفون، لا يكون مشان أبو زيد الهلالي شي. يعني زياد قتل الحارس عندي اسمه اسماعيل. ليكي انت اللي لازم تستلمي القضية، لازم تحطي كل تقلك بهالقضية. خلينا نحكي بالموضوع بعدين. اسمع شو بدي اقول لك هلا. في عندي سليمان بيك من أنقرة وإبراهيم إيكنجي عطوا موافقتهم على البيع، بس إبراهيم بيك لسه عنده شك إنه المصاري اللي وهبته إياها الحكومة بده أنت تعوض له إياها، وبده ضمان إنك أنت رح تلتزم بهذا الشيء يا شكور آغا. رح أعطيهم المصاري ايمت ما بدون. شكور ما بيتراجع عن كلامه، ونحن ما بنتراجع عن كلامنا. وانا بقول لك يا اغا، بلا ما نعمل مشاكل مع عائلة درجان. اذا زياد صار طرف بالموضوع ما في شيء بنقدر نساويه. سمعتوا يا آغا؟ خدي توقيعاتهم ولا تتصلي فيني بعدين، بدي اشوفك. بخاطرك، باي. سمعتوا؟ انتوا ما رح تخسروا المنحة الحكومية، تفضلوا وقعوا على هي الورقة. ان شاء الله على خير. وانت وقع هون لو سمحت. الله يبارك. أنسي، أكيد ما بيحق لي إني انصحك، بس أنت كلمتك مسموعة عند شكور آغا. قولي له خلي سعده وهيلين برا القصة. هالرجال مو مصلي على النبي، ما بدنا يصير في ذنب بالقصة. التلاعب بكرامة العالم أسوأ من إنه تذبحيهم بالسكين. زياد بحياته ما فرق معه السجن والحبس، وهلأ ما راح يتغير هالشي. إذا بدكم يتم كل شي على خير والسد ينبنى وتضل ضيعة بسلام، لا تحطوا راسكم براس زياد، وأنا علي إني خبركم. يا ابن جبرائيل، خير شو علي الشير؟ زياد يا أبي. يا ابني علي شير، لازم تصبر شوي، وغير هيك أنا رايح على المدينة بكرة مشان شوف وضع زياد. نحن مثلك بدنا نشوف زياد بيناتنا. هلأ صار واحد من العيلة، هو بده يشرف على طهور الولد، وكمان بده يشرف على زواجة حيدر. جدي كلامك صحيح، يعني الشيء اللي بده يصير انه في طهور ابني وعرس حيدر. مزبوط، في طهور الولد وزواجة حيدر. جدي معه حق، أنا لقيت بنت أحلامي. جدي هذا حيدر بده أختي زوري. شو هالحكي؟ صحيح هالكلام حيدر؟ والله كذب، عم يستفزوكي. والله لا تفكر بالموضوع حتى ايه؟ جوري يا بنتي، عيب. عيب. اسماعيل راح ضحية لزياد يا آغا، والله انقهرت من جوا. عم تحكي مثل كأنه ما لك علاقة عبد الله، يعني أنت ضحية وشريك بالجريمة بنفس الوقت، وما دارت لك لسه. بركي زياد خلى اسماعيل يعترف، بركي عرف مين اللي قوصه لعبيده. مستحيل، هو قوص اسماعيل من بعيد. التشريح الجنائي بدل انه تقوص من مسافة 20 متر.
اصلا انت وتخميناتك اللي وصلتونا لهون. صحيح يا اغا. كنت بدي اقول لك في 4 قضايا نجحوا ومشي الحال بعدين. بس في شغله ماني فهمانها، المدعيين ما عم يتصلوا، لا جعفر ولا حسن سمعنا حسون. اذا هالشغله ما بتنتهي على خير رح تحفر قبرك بايدك يا عبد الله. برافو عليكي. جبت أمي معي يا آنسة. مرحبا مدام سوزان، إن شاء الله ألف مبروك. زياد أفرجوا عنه. شو؟ عن جد عم تحكي؟ اها. ألف حمد وشكر إلك يا رب. خلينا نقعد مع بعض شوي بعدين برجع للصف. يلا يا عرفات عود بمقعدك. هاي غرفة التليفونات وهي التليفون عم يرن، بيكون زياد. ألو؟ لحظة، سوزان قدامي رح تحاكيك. ألو؟ أنا سوزان. أختي الغالية اسمعيني منيح. سوزان خانم، خدي راحتك بالحكي، أنا هلأ رح أرجع على الصف. بعد ما رجعت من بريتان ساعتها أعطيت وعد لجعفر آغا إني رح طلع هيلين من بيت أبوها. بلشوا التحضيرات للعرس، وقولي لجعفر آغا إنه ما يزعل على خواريفه. خلال يوم يومين رح نرجع له الخواريف ورح يرجعوا له إياهم مثل ما أخدوهم. سلميلي على عرفات، وانتي اختي حاجتك زعل. تمام، دير بالك على حالك. كل الضيعة حاسة بوجعك، كلياتنا واقفين معك. هيك هي الحياة، يلي ما ترتاح وهلأ هو بين ايدين رب العالمين. الله يرحم روحه. الله يرحم روحه. الحي أبقى من الميت يا زياد. أنا هلأ عم فكر بالأولاد. الأولاد لازم يتعلموا على الصبر والثبات. بغيابنا مثل ما كانت أمهم بدها تعلمهم، من اليوم ورايح ما لازم نحسسهم بغياب أمهم بنوب. أنت شفت كل شي وأنت بتعرف كل شي. إذا أنت ظنيت سوء فشو رح يفكر يوسف؟ رح تقوم بدور الأب والأم لهالولاد؟ ليكو اختي جوري، اختي جوري. ها قلي مين انت؟ ما فيني بدون زياد. جوري، ليش ما نمتي؟ رح نام شوي تاني. أنت اللي رح ينتقم لي. انتقم لي مرة تانية، آخر مرة. يا نجوم الليل الأسود قرب يطلع الفجر، وشمس النهار الأسود زياد رح يجي.
شمس النهار الأسود زياد رح يجي، النور ما رح يفارقنا. المعي يا نجوم، يا نجوم النهار الأسود المعي، المعي. لا تخلي الخفافيش بيناتنا، لا تنطفي، لا تنطفي، لا تنطفي، لا تنطفي، لا تنطفي. شو هالمصيبة؟ أنا كنت مرتاح لما كنت بالسجن، على قليلة كنت بأمان. بسببها غضب علي الآغا وما عاد عم بقدر نام، هرب النوم من عيوني. شو بده يصير فيني؟ شو بده يصير فيني هلأ؟ إذا حط المسدس شبك ليش جبان؟ عود. من وقت ما طلع زياد ما عاد هديلي بال. معك حق، وانا ما قدرت نام. شو بده يصير هلا؟ كل تعبنا ما خلينا شيء الا وسويناه، بس مع هيك نفد. اخ اخ. بما انه نحن الاثنين ما عم يجينا نوم، رح قوم ساوي قهوة احسن شيء. ايه قلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين فيك، بس بأين وعين عم تسلم؟ وقفت ضد المظلوم مثل شكور. لا تحكي هيك يا جعفر، خلينا نطوي صفحة الماضي. يمكن ما تصدق بس والله احترق قلبي عليك. الحريقة اللي صارت بزريبتك والخواريف وقت هربوا زعلني كتير. ولك بأنو عين جاية لعنا لك أنت ما دخلك. شلون ما دخلني؟ ما كل شي صار بسببهم، كل شي من تحت راسهم. بس حسن بكفي، خلص كوت. هلأ صرت متأكد إنه السد لو انبنى ما راح يفيدنا بشي. أنا جاي أعتذر، أنا ندمان على غلطي. كان معك حق، جيت مشان أعتذر منك، ومو لأني أنا خايف من زياد، لأني عرفت الحقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. احكي لنا إبراهيم أفندي، شو جايب لنا أخبار من شكور آغا؟ يا ترى الخواريف رح يرجعوا؟ لا يا شيخي، إذا أنت عم تحكي معي بهي الطريقة لمين بدي ألجأ؟ ابني من واجبنا ننبه الظالم، لأنه إذا سكتنا عن الظلم ساعتها كلياتنا منكون شركاء مع الظالم بهالشي. إذا وقفنا مع الظلم فالله ما رح يتطلع بوشنا أبدا. أنت كنت واقف مع الباطل، كنت عم تصب الزيت على النار. أخي هدول اللي ما بيتسموا كانوا بالقطار، وزياد ما اجى على المحطة. نحن استنيناه لعلي يشير على الفاضي، يعني ما لقينا لا هذا الولد ولا أخوه الأعرج. أعرج؟ زياد أعرج؟ إيه الأعرج، متقوس برجله من زمان كتير. أعرج لكان؟ شفت واحد أعرج باليوم يلي طلع فيه مهران. شفته لكان؟ شفته إيه، بتذكره منيح. استغفر الله يا أخي. مرحبا. الحمد لله على السلامة. أهلين. زياد؟ الحمد لله على السلامة. تسلم يا رب. شكرا. اشتقنا لك والله. وأنا كمان. شرفوا. ايه تذكرت كمان، كانوا عم بيقولوا انه في اعرج غريب كان بجنازة تبع بدران. ما رح تفلت من ايدي يا زياد. يلا انزل هون. لا تتحركوا من هون انت وياه. خلي عيونك مفتحين. والله ما عم صدق عيوني. اخي شرف على الشغل،
كتير فرحتني. انت ابن الاغا يا اغا، انت بتكون اخي. مين ضيفنا؟ غريب عن هون. قلت لي غريب. يلي بيجي لعنا مانو غريب. اهلين فيك. تسلم. يا أغا، أنا رايح أشوف مدير المسلخ. لا تطول، قل لهم يتصلوا فيني من المدينة. بدك جيبهم لعندك؟ شغل مخك، لا تجيب حدا لهون، خليهم يتصلوا. حاضر يا أغا. مبين إنه ضيفنا في عنده مشكلة. هالضيف بيكون أخوه لرفيقي بالمدرسة، بدي شغله بالكازية، رح تشتغل هون. شو رأيك؟ تمام. ليك أخي وافق كمان، رح تشتغل هون. إذا هيك ساعده بده. مثل ما بتأمر. تقبل الله. تسلمي. تقبل الله. تسلمي. الله يتقبل. تسلمي. الله يتقبل منك يا شيخ. تسلمي. شيخي، رجع صار في عطل بالحمامات، وأنا ما فيني نمون على الناطور. دايما عم يساوي عكس يلي بيطلبوا منه. دايما بيجيب سيرة شكور آغا. قال شكور آغا كان عم يستنى إني زوره يوم الجمعة. ليك يا أنسة، ما فيني إلك ما تروحي ولا أنك تروحي. لساتني جديدة هون، ما فيني آخذ ولا خطوة بدون ما أستشيرك. لا تخافي، مثل ما أنا كنت مع دانيا من قبل، أنا هلأ معك كمان. لازم نساوي كل شي منقدر عليه مشان مستقبل أولادنا، هذا واجب يا بنتي. شكرا يا شيخنا. يعني قولتك روح لعنده؟ ايه بنتي، روحي لنشوف شو رح يقلك. صار يا شيخي، خلص ولا يهمك، أنا مالي خايفة منه. كنت بعرف إنه قلبك قوي. أنا فكري نجيب أماني الصغيرة لعنا. وهذا اللي كنت عم فكر فيه، بس المشكلة إنه نحن عنا ولدين بالبيت. نحن عشيرة كاملة، في عنا أخوات وأولاد أخت، وربينا أيتام كمان. كنا 10 أخوات، وأصغرنا هو يوسف. لما ولد يوسف توفت أمنا. شو قولتك؟ الشغلة مقدورة عليها؟ أماني رح تجي لعنا؟ أنت بس خود أختها جوري. كل ما أشوف هالبنت بتذكر أماني. أنا فهمان عليك قصدك. من اليوم ورايح ما بدي حدا يبكي بسببي. شلون بدك تساعد هالبنت؟ عنا حفلة الطهور مهمة، منصير مثل الإخوات. بظن زياد عم يفكر بالموضوع. معه حق، أنا رح أتولى شغلة الطهور، وهيك بكون خلصتها من الحب. زياد؟ زياد؟ الله استجاب مرحبا. لدعائي. أهلين وسهلين. روقي. فرحت كتير بجيتك. أنا ما فيني بدون زياد. روقي شوي يا أختي. مشان الله أخي فهم علي، بدهم يخلوا زياد يشرف على طهور. والله يا أخي أنا وقتها بموت من القهر، بعرف إنه هو بيحبني كمان. صدقني أخي هو بيحبني. معك حق إذا بدك تكوني مع زياد، بس هو ما بده يورطك معه. أنا تورطت وخلصت يا أخي. زياد ما رح يتدخل بالقصة، أنت يلي رح تساوي يا أخي. تمام؟ لا، أنا فهمان عليكي، بس أنا ما بناسبك. انسي هذا الحب. أنا بدي أشرف على الطهور مشان خلصك من هالحب. ما فيك تقسى علي هيك زياد. لو بتعرف أنا بشو حاسة هلأ. أصلاً أنت مثلي تماماً. أنت بتعرف شو معنات هالشي؟ هاد رح يخليك مثل أخي. أنا ما فيني أكون أختك، بفضل إني موت. لا تقتلني زياد.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.